يعني طبيعي. بس انا يعني شايف انه دلوقتي التركيز على القرضاوي لم يعد له اهميه. القرضاوي رجل اقترب من ال90، ورجل هو فقد مصداقيته وفقد تأثيره. وأحيانا أنت لما تتناولني وأنا فقدت القيمة بتعيد إلي ولو شكلا القيمة المفقودة. فأنا من أنصار اللي وقع سيبه واقع، يعني ما تشغلش بالك بيه. وعشان كده برضو أنا مانيش مع التعامل الانفعالي في موقف السفارة البريطاني مثلا، يعني بالنسبة للإجراءات الأمنية وإيقاف العمل، لأنك أنت بتبروز الهدف اللي أنت عاوز تتحاشاه، أنك هتوصل للعالم موقف أنت مش عاوز يوصل للعالم، فتجاهله وخلي علاجك لهذا الموقف بالاتصالات الخلفية بينك وبين السفارة البريطانية. ليك مندوبين وليك وزارة خارجية وليك مراسم وليك أمن يستطيعوا أن هم يعقدوا اتصالات ولقاءات مع السفارة ويقول لهم أنه مش بالضرورة يعني أسلوب حماية السفارة الأمريكية يبقى صالح للتطبيق على السفارة البريطانية، وأن إحنا بالنسبة لرفع الحراسة في الشوارع ده بحكم قضائي، وأنا كوزير داخلية لا أستطيع ان انا ما انفذش حكم قضائي. قولوا طلباتكم ايه ونحاول نستجيب. وانا شايف اتفتح باب لبعض الحوارات بالنسبه للمعالجات بما يطمئن الناس انه في قدر من الحمايه، سواء كانت بقى الحمايه المطلوبه دي يعني صادره عن خوف وخشيه حقيقيه او هي مفتعله، انما يعني حصل تمشي وحصل كلام على السور بتاع السفاره البريطاني اللي هو على طول امتداد الكورنيش. طب ما هو ده مفتوح. وانما هو طبعا انا عارف ان انا دعيت مره او اتنين في السفاره في حفله شاي وحاجات يعني رسميه كانت معموله، هو بيت السفير قريب من واللي انا قريته برضو انه الداخليه استجابت في المساعده على تحصين السور كما حصن سور او اسوار السفاره الامريكيه.